شوف معايا يا استاذنا حاجه بقى يعني عجيبه جدا. انت بتطعن في نسب النبي في نسب سيد الخلق وتقول انه جاي من زنا. خد بقى معايا بقى نسب يسوع المسيح اللي حاطينه ده اللي هو زكريا بيقول عليه بيعتقدوا ده فيها 4 زواني. والعيب ان يجيبوا نساء في النسب. انت ماشي في النسب بالرجال، لا جاب لك 4 نساء وزواني بشهاده الكتب دي. اهي اول زانيه، الزانيه الاولى ثامار. الزانيه الاولى ثامار اهو متى الاصحاح الاول العدد الثالث. على فكره ثامار دي كانت متزوجه ابن يهوذا، لما مات الشريعه بتقضي انها تروح لاخوه الى اخره. شوف يا سيدي، يهوذا ولد فارس وزارح من ثامار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد ارام، ولد فارس وزارح من زنا محارم. نسب المسيح من زنا محارم بين يهوذا وثامار، وهي زوجة ابنه، هي زوجة ابنه. يعني الزنا، شوف زنا محارم ايه، زوجة ابنه، زوجة ابنه. وذلك كما هو مذكور في تكوين الاصحاح 38 العدد من 1 ل 30. كلام بقى لو قلت لك ان حتى مش هنقول له بلاش كده، ما ينفعش تقول لك الكلام ده في وصف. احنا فقط بنحاول نثبت ان يعني ان هم بيضحوا علينا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لو شرحت لك ما يقولونه هو عن انفسهم، لو شرحت لك وصف الزنا بالكلام ده اعوذ بالله. شوف القران عندنا طاهر ازاي، انما هنا كلام مبتئل او كده اعوذ بالله. تعال للزانيه الثانيه. الزانيه الثانيه في نسب يسوع ده شيخنا في انجيل متى. بقول لك بالاصحاح شوف قلت ايه اهو الاصحاح الاول العدد الثالث وجبت لك وقلت في تكوين الاصحاح 38. لو نقرا من الكتاب يعني عشان بس الثبات ان احنا مش كاتبين حاجه بايدينا ولا احنا مصورين حاجه. معاك يا استاذ محمد لحد ما حضرتك تخلص. حاضر. طيب خد معايا بقى الزانيه الثانيه اسمها راحاب. اسمها ايه؟ راحاب. تزوجت سلمون انجبت بوعز. شوف يقول لك ايه هنا اهو، اما اجيب لك بالحرف يا استاذ ده اهي. بنقول الاصحاح الثاني اللي هو سفر يشوع الاصحاح الثاني العدد الاول. فارسل يشوع ابن نوح من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا اذهبا انظر الارض واريحا. فذهب ودخل بيت امراه زانيه اسمها راحاب واضطجع هناك. شوف يقول الكاتب بتاعهم الكتاب معنا على فكره موجود في القناه. يقول الكاتب جوناثان كيريتش بيقول ايه في كتابه حكايه محرمه في التوراه. يقول ان راحاب عرفها النص الاصلي او عرفها يعني بانها بغي ليس مره واحده بل مرات كثيره وبالفعل. فان الكلمات العبريه التي يمكن قراءتها نقترح ان الى اخر العكده والعياذ بالله. الزانيه الثالثه راعوث. بوعز تزوج راعوث. شوف هنا متى الاصحاح الاول العدد الخامس وسلمون بالتسكين علام ولد بوعز من رحاب. شوف بقول لك ايه؟ راعوث مؤبيه جنسيه حسب سفر الاصحاح الثاني العدد الثاني. فقالت راعوث المؤبيه لنعمي دعيني اذهب الى الحقل والتقط سنابل الى اخر هذه الامور لغايه ما وصف والعياذ بالله الجنس القذر في هذا. شوف وما تضطجع الى اخره كلام عيب قوي. شوف تقول لها ايه؟ روحي له واغسلي وادهني. وما تضطجع اما يجي ينام في المكان اهو ادخلي واكشفي ناحيه رجليه كلام بقى ما نذكرش احنا مسلمين ابدا. يقول الكاتب جوناثان كيريتش في كتابه حكايه محرمه في التوراه ان القصه الحقيقيه لحكايه راعوث المؤابيه نجد ان القصه تقول الحقيقه والتي حاول المترجم اخفائها حرصا على العوام. تقول ان نعيمي طالبت من راعوث ان تغتسل وتتطيب وتلبس اجمل الثياب وان تذهب الى الحق وتامرها بعد ان تتاكد ان كل واحد نام في مكانه تعرف مكان بوعز من رحاب العاهره وتذهب الى المكان الذي ينام فيه كل متابع الى اخر والعياذ بالله. كلام شر بقى. الرابعه عشان ما اطولش في الحته دي اهي بتشع. هذه كانت حاملا من يعني يقولون من داوود بعد اذ قتل زوجها لما قال له احمل الرايه وتقدم انت في الجيش لما شافها عريانه واعجب بها زي ما انت عارف الحكايه دي. وبعدين انه والعياذ بالله يقول لك وولدت ولدا. هم بيقولوا مش سليمان النبي اللي ولد منها. ما هنقولش انه سليمان، بالعكس ده احنا بننزي انبياء الله عن هذا. يقول لك ده واحد ثاني. المهم يتهموها بانها زانيه. ولو جبت لك كلام الراجل دي عجيب جدا في التعقيب. شوف هنا بقى تفسير الكتاب المقدس للمؤمن العهد الجديد الجزء الاول الدكتور ويليام ماكدونالد صفحه 28. شو بقول لك اشرف وهنا يقول ايه؟ وهنا خصائص كثيره هامه في هذا السجل على سبيل المثال بتاع النسب في هذا على سبيل المثال وفي هذه الفقرات بالذات ورد ذكر 4 نساء ثامار وراحاب
وراعوث وبتشيع، وهي التي الزوجة لأوريا. ولما كانت النساء نادرا ما يذكرن في قوائم تسلسل الأنساب في البلاد الشرقية، فإن تضمين أولئك النساء هنا يعتبر أمرا مدهشا جدا، فاثنتان منهن ساقطتان وهما ثامار وراحاب، وواحدة ارتكبت خطية الزنا وهي بتشع، واثنتان أمميتان وهما راحاب وراعوث. أقول لك أكثر من كده بالله عليك. هي الإشكالية هنا على فكرة احنا يعني الإشكالية في البداية يعني كل شيء موضوع فهو قابل للخطأ، يعني هو خلاص هو وضع الكتاب وحرف فيه، فيعني كل شيء يعني بقى أصبح مباحا. وقصة ان يعني يسوع ابن الله، يعني القصة مذكورة في القرآن الكريم، وعذير ابن الله. فالفكرة هنا بس فكرة يا شيخنا ان احنا بنرد على يعني الكلام ده كويس جدا، كلام ان احنا بنرد بالوثائق وبالادله وبالصفحه وبالطبع. وعلى فكره بعد زلي في اللحظه دي يا استاذ اشرف، في كتاب الموسوعه الكنسيه لتفسير العهد الجديد شرح لكل ايه، الجزء الاول بشارتي متى ومرقس، اعداد وتفسير مجموعه من كانت خدام الكنيسه مار مرقس القبطي، الارثوذكسيه، صفحه 16 صفحه 16 اهو احنا من العدد من 2 ل 17. يلاحظ في هذه السلسله تنازل الانساب من ابراهيم الى يسوع، إذ يحمل المسايا خطايا البشرية ويفدينا ويخلصنا، لأن هذه السلسلة تحمل خطاه كثيرين. شوف يا أستاذ أشرف، تحمل خطاه كثيرين مثل رحاب الزانية، وثامار التي ارتدت ثوب زانية، وامرأة أوريا التي زنى معها داود. خلوا حتى النبي داود زاني غير الزنا دول. شوف، في حين يرتفع القديس لوطا في سلسلة أنسابه من يسوع إلى آدم، فهو يرفع البشرية كلها إلى الله أبو آدم، لأن لوقا يخاطب الأمم. حد منهم يتصل وينكر؟ احنا بنحترم اهو من اللي هم اتباع زكريا، اللي بيقولوا زكريا، انا ماليش دعوه بالاخرين، لا اتكلم الا عن زكريا وعن معتقده. بيطعن في النبي بتاعي في نسبه، انا بجيب له من كتابه بقى في نسبه، واللي احنا اساسا ما بنقرش بهذا ابدا ابدا. ده احنا ننزه المسيح صلى الله عليه وسلم. شيخنا احنا